الخوت التصريح ديال عبد الرزاق حمد الله الاسطوره اللي ديما داير روينه قررها بسوار جوده قميص المنتخب. واش هذه هي النهايه اللي كنا تنتسناو؟ شوفوا معايا هذا التصريح حمد الله كيبان فيها ماشي هو هذاك من بعد ما هز كاس العرب وفرحنا كاملين. خرج بتصريح اللي صدم الجميع، قال لك اسيدي اليوم خديت هكا وغادي نمشي. واش هاد اللي القصف لشي جهه او لشي ناس اللي كانت كتقول عليه ما كيعطيش للمنتخب؟ شعوري لانه هذه اخر مباراه لي مع المنتخب المغربي فحزين. لا مو حزين، بالعكس الحمد لله. خبر سعيد لانه ختمت مسيرتي مع المنتخب بلقب، ولقب غالي جدا. باقي ان شاء الله مع الانديه، لكن مع المنتخب احس ان افضل وقت اني آه، اعتزل دوليا. وبزاف ديال الناس اللي غادي يقولوا تهنينا، وبزاف غايقولوا خصنا القناص الكبير، ولكن الحقيقه هي ان حمد الله عاش يعني واحد الكابوس مع المنتخب. واخا الارقام ديالو في الخارج هاربه بزاف. واش الركراكي او لا من جهه اخرى هو السبب، ولا حمد الله بغى يخرج هو في القمه ديالو قبل ما يلقى راسو في الدكه؟ بصراحه حمد الله غيبقى لغز في تاريخ الكره المغربيه، سجل في كل بلاصه الا مع الاسود بقات عنده ديك الخاصه. نتوما شنو بان ليكم؟ واش قرار الاعتزال صحيح ولا تسرع فيه؟ خليو لي اراكم في التعليقات، راه كيهمني بزاف. واش نتوما مع ولا ضد حمد الله في هذا القرار اللي خدا؟ وما تنساوش ديروا اللايك وتابوناو معايا، راه جايين فيديوهات سخونه على هذا الموضوع. تهلاو في راسكم.